المنصه ديالنا كتمكن الفلاحه من انهم يديروا المعالجه ديال البيانات ديالهم الفلاحيه، وكتخليهم يعرفوا شحال ممكن يسقيو وشحال ممكن يعطيو من الاسمده بواحد الكميه معقلنه، وشحال يقدروا يعرفوا ممكن يعطوا في الانتاج هذا العام والعام الجاي. لان حنا في المغرب عندنا مشكل ديال البيانات، الاغلبيه ديال الفلاحه كيخدموا واحد الاستعمال غير معقل للاسمده والمنتجات الفلاحيه. اذا من خلال انطلاقا من المعالجه ديال البيانات الفلاح كيقدر يعرف لا بريز دو ديسيزيون، يعرف فوقاش غادي يقدر يعطي هاد لي كونتيتي ديال لي زونغري ولا ديال لي برودوي، وكنقدروا اصلا نعطيو للفلاح بشحال كيتقام عليه كيلو ديال المطيشه، وكيقدر يقارن ما بين هذا العام والعام اللي فات وحتى العام اللي موراه شحال ممكن يوصل في الانتاجيه وشحال ممكن يوصل في لو كو ديال لا برودكسيون ديالو نت. حنا حاليا في الجيل الاخضر كتلاحظ باللي الرقمنه ولات انديسبونسابل، غير ممكنش نستغناو عليها. الرقمنه فاش كتعاون؟ ابسط مثال هو انه مثلا في الفلاحه كتلقى الخدام عنده ريجستر، واحد الكتاب تيعمر فيه شحال سقى ولا شحال عطى ديال لي برودوي. هذاك الريجستر باش الا بغى مثلا يجمع شحال سقى في الشهر خصو يبقى يقلب الوراق وخاصك ديما الترتيب. الرقمنه كتعاون لك ان دوك البيانات يكونوا ديما ديسپونيبل واكسيسيبل، وتقدر انك تاخذهم فوق ما بغيتي، وتقدر تشوف لي بيريود ديال اليوم ديال البارح ديال هذه عام ديال هذه عامين، باش تقدر تكون عندك واحد لا كومباريزون ا لون تيرم، كتعرف انت فين راك غادي وكيفاش كنتي كذلك، وتقدر تقارن مع الناس. حيت علاش الرقمنه الفلاحيه كتخليك تعرف دي ريفيرونس. مثلا انت كتسقي واحد الكميه شحال بارابور لا نورم بارابور لا موين. تكنولوجيا خضراء، تكنولوجيا فيغ اللي كتقتصد بالماء 200 مره مقارنه مع الزراعه في الارض، وكتعطينا واحد الانتاج في واحد لا سوبرفيسي اللي صغيره تقريبا على 8 المرات على الزراعه في الارض، وكتعطينا واحد المنتوج اللي هو طبيعي 100% كيتستعمل فيه فقط الحبات ديال الشعير مع الماء الطبيعي، يعني ديال البير ولا ديال الريزو اللي كنبروشيو فيه الماء. وهاد السوليسيون هادي كنعطيوها للفلاحه والكسابه بدرجه اكبر، كتمكنهم من انهم يزيدوا الانتاج ديال الحليب والانتاج ديال يعني ديال التسمين ديال العجول والخرفان. وايضا كيصلح هذا المنتوج هذا لمختلف الحيوانات بحال الجمال بحال الماعز بحال الدجاج الى غير ذلك، مثلا الارانب، مختلف الحيوانات كيصلح لهم هذا المنتوج. هذا المنتوج عاوتاني اضافه الى انه كيسهل الهضم، فهو كيمكن من ان البهيمه كتاخذ لو ماكسيموم بوسيبل من هذيك لا ماتير سيش اللي كتاخذ، لانها هي ماتير فيرت كتسهل لها عمليه الهضم وكتسهل هذه الماشيه الاخرى باش انها تاخذ اكبر نسبه ممكنه من القيمه الغذائيه ديال لي زاليمون اللي كتاخذ. بالنسبه لهذه التكنولوجيا فهي واخا الى حد ما مكلفه، ولكن ملي كنجيو نشوفوا لا فيناليتي ديالها فالانتاج اللي كتعطي كيمكن للفلاح انه ينقص عليه من التكلفه ديال التسمين ديال العجول ولا من التكلفه ديال التغذيه ديال الابقار الحلو.